السلام عليكم. في الحقيقة في موضوع بسيط جدا مختصر بيستفزني جدا اليومين دول أو من زمان، بس بيجي على بالي كتير. هو في كلمة يعني كلمة بني آدم أو كلمة آدم تحديدا. إنه ربنا لما كان يعني بيتكلم في القرآن بيقول يا بني آدم. يا بني آدم ده خطاب لجميع أبناء سيدنا آدم، خطاب جمعي لأبناء مين؟ سيدنا آدم اللي هو الرجل الأب الوحيد اللي هو الفرد شخص. لما جه سني الموضوع أو ينادي بالمثنى شخصين، فقال ابني آدم. ابني آدم اللي هم كان سيدنا قابيل وهابيل المثنى. المفرد حتى سيدنا محمد في الحديث كان يقول وما يملأ عين ابن آدم ابن آدم إلى التراب، ده المفرد. فمفرد ابن آدم، والجمع للكلمة دي أو الجملة دي هي ابني آدم. المثنى ابني آدم والجمع هو بني آدم. فغريبة بقى لما بسمع الناس تنادي بعض، فحد بيتكلم يقول لك بيكلم شخص يقول له يا بني آدم أنت. بني آدم دي جمع يا باشا. ويجي يتكلم هو يجي يجمع بقى يقول لك بني ادمين. فادمين دي ايه؟ ادمين انا مش فاهم الحقيقه. يعني سيدنا ادم ابونا ادم بقى ادمين، يعني انت بتجمع الاسم. انا مش فاهم ادمين ايه. ويجي الكارثه بقى، ده اللي بيستفزني لما يجي يقول بني ادم، لما يجي يعني يخلي الاسم مثنى او ينادي مثنى او يكلم انثى، فيقول ايه يا بني ادم. بني ادم، فخلى سيدنا ادم المثنى بتاعه ادمه. لما يتكلم واحده فبقت بني اللي هي جمع اصلا، بينادي واحده فرد شخصيه ويقول لها يا بني ادمه. ادمه كده بقى الموضوع يعني منادى المؤنث يعني. فالمشكله بقى هنا احنا ليه بنجمع الاسم؟ ليه بنسمي الاسم؟ ليه بنجمع اسم سيدنا ادم؟ ليه بنخلي ادم يبقى ادمه وادمين؟ مش فاهم. فيا جماعه يعني يعني لما تكلم شخص تقول له يا ابن ادم، كلم اتنين قول لهم يا ابني ادم، كلم تلاته قول يا بني ادم. ما تقولش خالص يعني، بس ما تخليش ادم تبقى ادمه وادمين. دي كارثه والله، وناس كتير جدا بتقولها متعلمه وغير متعلمه. فيعني بس ايه، نركز شويه يا جماعه. شكرا.